السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك اتخذ قرار بعدم سفر الوزراء إلى خارج البلاد إلا لمهمة واحدة، وهي المشاركة في مجالس الوزراء العربية فقط، ويقتصر زيارتهم أو مشاركتهم 5 يوم، ولا يقل عن نفرين فقط، وإنه أي فعاليات خارجية يكلف البعثات الدبلوماسية بتمثيل اليمن. الوزراء يمنع سفرهم نهائيا. ليش؟ تعرفوا ليش؟ لأنهم شوهوا باليمن، بهدلوا باليمن. يعني مؤتمر المناخ اللي وقع في الإمارات قبل شهرين راح 90 مسؤول من الشرعية، الوزراء مع رئيس مجلس الرئاسة مع عائلاتهم، يعني ملأوا لك دبي. يعني طب الصراحة هذا قرار سليم إذا تم تنفيذه، وإذا ما تم تنفيذه فأنا أعتبرك أنك خرطي. وثانيا فعلا كل ما وقع فعالية، يعني لو وقع حتى ختان، يعني بن وزير في أي دولة عربية راحوا لك 3 وزراء من الشرعية بيشاركون، بالله عليك يعني دعستوا اليمن ودعستوا اليمنيين، يعني وخليتوا لكم قيمة عند الدول الأخرى. وزير تروح تشارك لك يعني بحاجات تافهة. يا أخي روح شارك بالمهمات الرسمية، خلي نفسك كبير، أنت وزير تمثل البلد، ما وقع ختان وقع عرس رحت تشارك وزير. يعني ما لكم صلوا على النبي. حتى المشاركة ممنوع، يجلسوا هنا يجلسوا، برغم أننا رحنا مش مقتنعين فيهم، لكن وش نسوي؟ صاحبنا بيدور بمالديف عيدروس الزبيدي، قالوا بيسوق لنا القضية الجنوبية، يعني بقناة بنما وبغيانا، دول ماشي بنعرفها ولا بيعرفونا، قال يروح يسوق لنا القضية الجنوبية. والشعب هنا، الشعب الجنوبي ميت جوع، يعني لا رواتب لا خدمات لا كهرباء، راح يسوق لنا القضية الجنوبية. روح يا عيدروس، روح لك أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأستراليا، يعني روح سوق القضية الجنوبية. يا أخي هنا الوطن، الجنوب هنا، شوفوا داخل هنا الجنوب، الأرض هنا ماشي هناك. ناس احنا بنفهمها ماشي، رحنا كباش. يا أخي أنا إيش بقول أنا؟ يعني أعطوك يعني عضو مجلس رئاسة، أنت بتمثل اليمن، شيء طبيعي، وأنت قلتها في أحد اللقاءات أو أحد المقابلات، قلت أنا بمثل اليمن وأنا مفوض في القضية الجنوبية باستعادة الدولة الجنوبية. ما افتهمنا كيف يا أخي؟ أعطنا خيار، قل أنا ممثل اليمن بشرف وراسك فوق ما فيها شيء، ولا أنا ممثل الشعب الجنوبي وتكلم بس بالجنوب. يعني أما أنه بيكدك العليمي، يا أخي روحوا عيدروس تكلم، روحوا عيدروس هجر، روحوا عيدروس وقع، وهم هنا يعني مسيطرين بيموتون الشعب جوع. يا أخي إحنا شعب نشتي نعيش، والله لا يجي يحكمنا حتى معاش. أقول لك يعني الجني الآن خلاص وصلنا لباب مسدود ولا قناعة إن الشعب يشتي يعيش. أما التسويق ماشي معنا زبادي بس سوقهن، إحنا معنا وطن، والوطن موجود داخل الوطن. ولا شيء، دولة جنوبية هي إرادة وعزيمة، يعني بعدك شعب. أنا سرى أخي بعدين المجتمع الدولي غدا بيجي لعندي، ليش أنا أروح لعنده؟ ليش أروح أنا لعند المجتمع الدولي وهو مش معترف بي ولا داري وين أنا؟ أي لقاء بيسألوك فيه بيقول له أنت تمثل من؟ تقول له أنا أمثل اليمن، وما تقدر تروح إلا وأنت بتمثل اليمن. وين رحنا؟ وين القضية الجنوبية؟ وين دماء الشهداء؟ وين دماء الجرحى؟ وين 20 سنة تضحيات؟ شوفها كارثة علينا. نحنا نبي يا أبيض يا أسود، الحالة ما عاد تحتمل أمانة، أنا أقولها لك. ولكم تحياتي عبد الرغيب اليهري ذو القرنين.